قلب الواحد مننا ما بيبقاش ملك ايده، وياما الواحد مننا بيعمل حاجات غصب عنه، وبيحس بحاجات ما كانش عاوز يحسها بس غصب عنه بيحسها. وبزعل من نفسي قوي، بزعل من نفسي لما عيني بتيجي على البت نعيمة مرات عاشور صاحبي أعز صحابي. عيني لما بتيجي على نعيمة قلبي بيدق وبتقيد النار في كياني كله. ياما قلت لنفسي عيب يا صلاح، عيب لما عينك تيجي على مرات صاحبك واخوك وتفكر فيها، لكن كان غصب عني بيحصل كده. البت نعيمة كانت حلوة قوي، واخدة قلبي وعقلي وكياني كله. كل ما اشوفها ماشية بتتمايل في العباية السودة الضيقة، ماشية تتلوى بجسمها اللي زي الملبن، جسمها اللي زي النار بتقيد في كياني، بتولع في قلبي. لما بشوفها بتميل بصدرها الفاير اللي زي الرمان المستوي، بحس نفسي بدوخ بتجنن. لما بتقف قدامي وتصبح عليا زي كل يوم وتقولي ازيك يا سي صلاح، عامل ايه النهارده، صوتها بيبقى زي الجرس اللي بيخلي قلبي يدق، وبتترعش عشانه كل مفاصلي. عشان كده ما بقدرش احوش عينيا عن قوامها الفاير، عن جسمها الطري ونصها التحتاني اللي عاوز ينفجر في العباية الضيقة ويشعلل النار في حياتي كلها. صحيح بحس نفسي ندل وانا بفكر في نعيمة وحلاوتها وحلاوة جسمها الطري، جسمها الفاير. بسأل نفسي ازاي يا صلاح تفكر في مرات صاحبك، عينيك بتروح على جسمها وبتتمناها في كل لحظة وكل ثانية. نعيمة وجوزها عاشور صاحبي ليهم جمايل كتيرة عليا، كتيرة قوي. من 3 سنين بالظبط مات أبويا كان معلم كبير، كان صاحب أكبر قهوة في الميدان، والحياة كانت مزهزهة معانا. كل الناس كانت بتحسدني إن أبويا يبقى الحاج عبد الرحيم صاحب القهوة الكبيرة اللي في نص الميدان. كنت بجيب كل اللي بتمناه واللي بشاور عليه بيجيلي لحد عندي، واللي بحلم بيه بيتحقق لي وقتي. لكن للأسف أنا ما اتعلمتش من أبويا حاجة، ما اتعلمتش غير الصرمحة وصرف الفلوس. الواد عاشور صاحبي كان شغال عندنا في القهوة، ياما اتعلمت منه حاجات، اتعلمت منه الشقاوة وشرب السجاير، لكن طول عمره واقف في ظهري. عمري ما حسيت انه شغال عندي ولا ان انا ابن المعلم بتاعه. حتى لما اتجوز عاشور البت نعيمة كنت موجود في فرحه، كنت فرحان علشانه، لكن غصب عني عيني بتروح على مراته الحلوة اللي زي القشطة اللي تتاكل أكل. ومرت الأيام وأنا عايم في بحر الفلوس، مش بفكر، ببعزق في فلوسي شمال ويمين، متمرمغ في خير أبويا. لكن حياتي ما فضلتش على حالها، ومات أبويا فجأة كده. أيوة، مات أبويا وساب لي القهوة الكبيرة. وعشان أنا مش متعود على الشغل والشقة وما اتعلمتش حاجة من أبويا، ما قدرتش أسد مكان أبويا بعد ما مات، رغم إن عاشور صاحبي ونعيمة مراتي حاولوا يساعدوني على قد ما يقدروا. لكن كل يوم والتاني القهوة فضلت تخسر والزباين طفشت من عندنا. حتى العمال اللي شغالين في القهوة سابوني ومشيوا لما لقوا القهوة بتفلس وبتقع. ما بقاش فاضل معايا غير عاشور ونعيمة وبس. لكن اللي زاد الطين بلة إني لقيتني فجأة كده مديون وعليا فلوس كتيرة للضرايب والتأمينات والمصالح الحكومية. وفجأة وبين يوم وليلة الضرايب حجزت على القهوة، وتشمع باب القهوة بالشمع الأحمر. اتقفلت القهوة اللي أبويا كان مشغلها سنين وسنين. ما قدرتش أنا أشغلها 2 3 على بعض، ولقيت نفسي في الشارع
معيش ولا مليم. محدش وقف في ظهري ساعتها غير عاشور ونعيمة وبس. أيوة، كل الناس اتخلوا عني ما عدا عاشور ونعيمة. وبعد ما اتقفلت القهوة كنت مكسور وحزين. أخدني عاشور من إيديا، أخدني على بيته، حلف عليا لازم أروح معاه عشان نتغدى سوا. فضل يهون عليا ويقول لي ولا يهمك، أنا ومراتي هنفضل واقفين في ظهرك لحد ما تقف على رجليك من تاني وتفتح قهوة أبوك من تاني. وقعدت في بيت عاشور ونعيمة، وقعد جنبي عاشور يرص الفحم فوق حجر الشيشة. مد عاشور ايديه وطبطب عليا، نفخ الدخان وقال ولا يهمك يا صلاح يا اخويا، شدة وتزول، اسبوع ولا 2 ندبر فلوس الضرايب وترجع تفتح القهوة من تاني وتزهزه معاك الدنيا من جديد. نفخت بكل الغضب والحزن اللي في قلبي، اتنهدت في حزن ما كنتش قادر اتكلم. وفجأة دق قلبي، اتزلزل كياني كله لما لمحت نعيمة مرات عاشور جاية علينا من ناحية المطبخ، لابسة جلابية ملونة مطاطة لازقة على جسمها الفاير ومفتوحة من الجنب عند رجليها. لمحت رجليها الحلوة الملفوفة طالعة من فتحة الجلابية، رجليها الناعمة اللي زي اللوز المقشر. ما قدرتش احوش عينيا عنها وهي بتقرب مننا، وفي ايديها صينية عليها كوبايات الشاي، وعلى شفايفها ابتسامة كلها حنية. قربت نعيمة مننا اكتر واكتر بجسمها الفاير، جسمها اللي متفصل في الجلابية المطاطة الضيقة. وغاص قلبي في رجليها لما ميلت قدامي عشان تمدلي الصينية اللي عليها كوبايات الشاي. وبرقت بعينيا، اتهز كل كياني وانا بلمح صدر نعيمة اللي زي القشطة الدايبة بيتهز قدامي وهو مكشوف من فتحة الجلابية الواسعة. بلعت ريقي بصعوبة وانا شايف صدرها بيخبط في بعضه يمين وشمال قدام عينيا. بصيت لنعيمة وهي موطية قدامي وابتسمت في حنية وهي بتقول الشاي يا سي صلاح. اتنحنحت، اتعدلت في مكاني، حاولت ابعد عيني عنها عشان ما تاخدش بالها اني ببص عليها، وعشان كمان عاشور ما ياخدش باله اني ببص على مراته وانزل من نظره. وفجأة مدت نعيمة ايديها وهي موطية قدامي، طبطبت عليا وهي بتقول وغلاوتك يا سي صلاح يا اخويا، ما تزعل نفسك، فداك 100 قهوة يا اخويا. هزيت دماغي، اخدت نفس من الشيشة، بصيت لايديها الحلوة وهي بتطبطب على كتفي وقلت لها انا بس اللي مزعلني الناس هتقول عليا ايه؟ هتقول ما قدرتش اني احافظ على قهوة ابويا. اتعدلت نعيمة، اتقصعت بجسمها الطري وهي بتقول معاش ولا كان اللي يقول عليك كلمة، قطع لسانه من لغلوخ. ورجعت توطي ناحيتي، اتهز صدرها الطري قدام عينيا وهي بتقول ده انت راجل وسيد الرجالة يا سي صلاح. وقبل ما اتكلم وانا مبحلق في صدرها اللي بيتهز قدامي، لقيت عاشور بيقرب مني وبيقول ما قلتلك بقى ما تزعلش نفسك. وشاور عاشور لمراته نعيمة وقال لها يلا يا بنت نعيمة روحي حضري الغدا، انا وصلاح من الصبح على لحم بطننا. واتعدلت نعيمة، اتفردت بقوامها الطري زي الفرسة الجمحة، وبصت لي بعينيها الحلوة وهي بتقول من عينيا، وغمزت لنا احنا الاتنين بعينيها الحلوة وقالت انا عينيا لسي صلاح. دق قلبي لما اتحركت نعيمة، لفت عطتنا ظهرها ومشيت تتلوى ناحية المطبخ وهي بتقول ثواني والاكل هيكون جاهز. اتنهدت وانا ببحلق فيها من ظهرها، ببحلق في نصها التحتاني وهو بيتمرجح، نصها التحتاني اللي متجسم في الجلابية الضيقة وهو بيتمرجح قدامي يمين وشمال. واتنهدت وانا حاسس النار بتقيد في كياني كله. واتنفضت فجأة على ايد عاشور وهو بيطبطب على كتفي وبيقول منور يا صلاح يا اخويا منور. وهزيت دماغي ورجعت ابص ناحية المطبخ، رجعت ابص تاني ناحية المطبخ اللي دخلت جواه البت نعيمة، وانا بقول لنفسي منك يا نعيمة. بنام لحد بعد العصر، ما انا لا شغلة ولا مشغلة،
قهوة أبويا اتقفلت وبقيت عواطلي. بيصرف عليا عاشور صاحبي وبيخدمني هو ومراته نعيمة. أنا ما شفتش في حياتي حد عنده أصل قد عاشور صاحبي ومراته نعيمة. قد إيه بحس بنفسي ندل وجبان لما بفكر في نعيمة أو بتخيلها معايا في حضني وبين إيديا. اتنفضت وأنا نايم على سريري وصوت خبط جامد على الباب. اتعدلت في مكاني وأنا بقول مين اللي بيخبط؟ سمعت صوت عاشور صاحبي. عاشور صاحبي بيقول أنا يا صلاح افتح. قمت بسرعة من مكاني، جريت فتحت الباب. برق عاشور لما شافني، شوح بإيده وقال هو أنت لسه نايم؟ ما شبعتش نوم يا جدع؟ دعكت عيني، بصيت في الأرض وقلت له إن كان عليا عايز أنام العمر كله ما قومش يا عاشور. برق عاشور، شوح بإيده وقال طب يلا بينا، البت نعيمة محضرة لنا غدوة حلوة. اتنهدت، بصيت في الأرض وقلت له بكل إحراج لا يا عاشور، مش كل يوم هتغدى عندكم، أنا كده زودتها قوي. برق عاشور تاني وبصلي بكل غضب، قرب مني ضربني في كتفي وقال يا جدع ما تقولش الكلام ده، احنا اخوات. وشدني من ايديا عاوز ياخدني معاه. بصيت له وقلت له طب اصبر عاشور، اصبر لما اغسل وشي، انا لسه مفتح عيني من النوم. شدني عاشور بكل قوه وهو بيقول لا، هتيجي معايا من غير ما تغسل وشك، وابقى اغسل وشك عندي في البيت، ما هو البيت مش بعيد يا جدع. وشدني من ايديا، حاولت افلفص منه وما قدرتش. مشيت مع عاشور وانا بهز دماغي، واتنهدت وانا بقول لنفسي جايلك يا نعيمة جايلك. فتح عاشور باب بيته بالمفتاح ودخلت معاه جوه الشقة. بصيت بعناية يمين وشمال بدور بعناية على نعيمة. اتنفضت لما شاور لي عاشور بايديه فجأة وقال لي ادخل يا صلاح، ادخل الحمام اغسل وشك وروق نفسك. اتنحنحت، بصيت حواليا وقلت له ما يصحش برضه عاشور، ما تبلغ نعيمة مراتك اننا وصلنا. ضحك عاشور، قعد على الكرسي وهو بيقول ادخل يا جدع انت مش غريب، وبعدين نعيمة دلوقتي زمانها في سابع نوم، ما هي زي حالاتك كده بتنام للعصر. هزيت دماغي، مشيت على طول ناحية الحمام. اتنهدت وانا بقف قدام باب الحمام وبمد ايديا وبفتح باب الحمام. وفتحت الباب، وقبل ما ادخل جوه الحمام برقت بعينيا، انشق قلبي، اتزلزل كل كياني لما لقيت قدامي نعيمة. ايوه، نعيمة جوه الحمام شبه عريانة، لابسة هدومها التحتانية، شكلها كانت بتستحمى ولسه بتلبس في هدومها. باقي جسمها بيلالي زي الملبن السايح قدام عينيا. حسيت اني بدوب، حسيت اني دايخ من الصدمة وهقع من طولي وانا شايف معظم جسمها عريان قدام عينيا. وبرقت نعيمة لما شافتني، اتصدمت، مدت ايديها بسرعة، مسكت الجلابية بتاعتها المتعلقة على الرشاقة، حطتها قدام جسمها بالدريق مني، وقالت وهي مكسوفة وبتبص في الأرض وبتهرب بعينيها من عينيا سي صلاح، هو انتوا وجيتوا امتى وما قلتليش؟ بلعت ريقي بصعوبة وانا بتأمل جسمها العريان الناعم وانا باكل لحمها المكشوف بعينيا. وقلت لها لا مؤاخذة نعيمة، عاشور قال لي انك نايمة عشان كده دخلت من غير استئذان. رجعت نعيمة لورا، اتدارت ورا الباب، لبست الجلابية اللي في ايديها بسرعة، قادت النار في كياني. حسيت اني عاوز اهجم عليها، اكلها بسناني، افترسها وافترس لحمها الطري. لبست نعيمة الجلابية وبسرعة عدت من جنبي وهي بتقول اتفضل ادخل الحمام يا سي صلاح. ودخلت الحمام، قفلت الباب عليا وبصيت في المراية اللي جوه الحمام. بصيت في المراية ورجعت اتخيل نعيمة لما كانت قدامي من ثواني، لما كانت قدامي واقفة وهي شبه عريانة ومعظم جسمها مكشوف قدام عينيا. واتنهدت وانا النار قايدة في كياني كله وانا بترعش وبتنفض وبقول لنفسي انا عاوزك يا نعيمة، عاوزك بأي تمن يا نعيمة، أي تمن يا نعيمة. بعد اللي حصل قضيت الليل كله ما نمتش، بتقلب على فرشتي زي ما اكون راقد على جمر مولع. انا ما بقتش قادر، انا بضحك على نفسي، ايوه، انما في الحقيقة انا عاوز نعيمة، عاوزها
هتجنن عليها وعلى حلاوتها، على جسمها اللي زي النار القايدة. صحيح أنا بحس إني ندل وبخون صاحبي وحبيبي عاشور اللي عمره ما زعلني في أي حاجة، وطول عمره واقف في ظهري هو ومراته وبيساعدني وبيصرف عليا من ساعة ما القهوة بتاعت أبويا اتقفلت. لكن مش بإيدي إن نعيمة عجباني وداخلة دماغي، مش بإيدي إنها واخدة قلبي وعقلي وروحي كمان، مش بإيدي إني بفكر فيها ليل ونهار وبتخيلها بين إيديا وفي حضني كل لحظة وكل ثانية. عشان كده تاني يوم الصبح بدري قوي قمت من نومي، لبست هدومي ونزلت، زي ما يكون كان في شيطان مسيطر عليا بيحركني. رجلي كانت بتمشي لوحديها، كانت رايحة لنعيمة وبس. مشيت زي المسحور ناحية بيت نعيمة. طلعت السلالم بتاعة البيت ووقفت قدام الشقة ومديت ايديا وخبطت على الباب مرة واتنين وبرقت بعينيا واترعشت زي الشيطان لما سمعت صوت الترباس بيتفتح من جوه. وفجأة اتفتح الباب ولقيت نعيمة قدامي، شعرها منكوش باين عليها كانت نايمة، وانا صحتها من النوم وبرقت بعينيا لما لقيت نعيمة لابسة قميص نوم شفاف بحمالات واقعة على كتفها، وهدومها التحتانية باينة تحت القميص الشفاف. بحلقت في جسمها زي المجنون وانا النار بتقيد في كياني كله. رفعت نعيمة حواجبها باستغراب، حطت ايديها على شعرها وهي بتقول: سي صلاح، في حاجة ولا ايه؟ جاي بدري يعني؟ اتنهدت، بلعت ريقي بصعوبة، حاولت اتكلم ما قدرتش. ورجعت تاني نعيمة تتلوى بجسمها الفاير قدامي في القميص الشفاف وتبصلي باستغراب وانا واقف متجمد قدامها وهي بتقول: عاشور مش موجود يا سي صلاح، عاشور نزل الشغل من بدري. برقت بعينيا، بحلقت في صدرها الفاير اللي باين من فتحة القميص. لمحت السلسلة الذهب مرمية في فرق صدرها اللي عامل زي المرمر. قادت النار في كياني كله. اترعشت وانا بقول لها زي ما يكون عندي حمى: انا مش جاي عشان عاشور يا نعيمة، انا جاي لك انت يا نعيمة. وفجأة اتحركت ناحية نعيمة زي الوحش الكاسر، وزي ما تكون نعيمة بسرعة فهمت اللي في دماغي، فهمت انا ناولها على ايه. وقبل ما اوصل لها او المسها بايديا جريت ودخلت جوه، ودخلت وراها بسرعة. كنت زي الوحش الكاسر، زي الديب السعران، زي المجنون، مش شايف في الدنيا غيرها بس قدامي. جريت ورا نعيمة، مسكتها بايديا وصرخت نعيمة، حاولت تبعدني عنها وهي بتقول: اخصى عليك يا سي صلاح، انت شارب حاجة ولا ايه؟ مديت ايديا وكبشت لحمها زي المجنون. النار قادت في كياني وانا بلمس كل حتة في جسمها وانا ضوافري بتغوص في لحمها الطري. وقلت لها وانا بترعش: انا بحبك يا نعيمة، بحبك وعاوزك يا نعيمة. اتنهدت نعيمة، فلفصت من بين ايديا، بعدت ايديا عنها وهي بتجري قدامي وبتقول: ابعد عني، انت اتجننت ولا ايه يا سي صلاح؟ وفلتت نعيمة من بين ايديا، جريت ناحية المطبخ وبرضه جريت وراها زي المجنون. دخلت نعيمة المطبخ ودخلت وراها، لكن فجأة اتسمرت مكاني، اتجمدت، وقفت في مكاني وانا شايف نعيمة واقفة قدامي ماسكة سكينة كبيرة في ايديها وحطاها قدام قلبها. ايوه، وهي بتقول وهي بتنهج بنفسها العالي وصدرها العريان طالع نازل قدام عينيا: لو قربت مني خطوة واحدة يا سي صلاح انا هحط السكينة دي في قلبي وهموت نفسي. وشاورت لي بايديها وانا واقف محتار قدامها، شاورت بايديها على خربوش في صدرها وهي بتقول: كده برضو تعورني في صدري يا سي صلاح. ووقفت مبرق قدامها زي الوحش الكاسر. كنت خايف اقرب منها
لحسن فعلا تعمل اللي بتقولي عليه وتحط السكينة في قلبها وتموت نفسها. وبصت لي تاني نعيمة وهي بتقول امشي من هنا، امشي من هنا يا خاين العيش والملح، طمعان في مرات صاحبك اللي زي اخوك. واتنفضت في مكاني، حسيت بكلامها زي ما يكون سكاكين بتقطع في قلبي ومصاريني، ولقيتني زي ما اكون بفوق من غيبوبة، زي ما اكون بفوق من كابوس، وانا ببص على نعيمة وهي واقفة قدامي بجسمها اللي زي عود الملبن، واقفة تتلوى بقوامها الفاير في القميص العريان وحاطة السكينة على قلبها. ولقيت نفسي برجع لورا غصب عني، برجع لورا بظهري، بخرج من المطبخ، بسيب نعيمة وببعد عنها، بخرج من الشقة كلها وانا باصص في الارض حاسس بالاحراج والخزيان، وبقول لنفسي ليه يا صلاح، ليه تعمل كده؟ يا خسارة يا صلاح، يا خسارة. كانت خطوة مجنونة لما تهجمت على نعيمة. كانت أكتر حاجة مزعلاني لما يعرف عاشور إني طمعت في مراته، إني تهجمت عليها وكنت عاوز أغتصبها وأنهش عرضه بإيديا. الراجل اللي واقف في ظهري وبيصرف عليا وعاملني زي أخوه، أعمل كده في مراته؟ مش عيب عليا برضه؟ بعد ما خسرت قهوة أبويا هخسر أعز صحابي، وهخسر الإنسان اللي واقف جنبي هو ومراته، صاحبي الوحيد عاشور. ولقيتني بسأل نفسي يا ترى نعيمة هتقول لعاشور على اللي حصل، هتقول له على اللي عملته فيها؟ ومر طول اليوم وانا قاعد مستني اللحظة اللي هيدخل عليا فيها عاشور وهو غضبان وهو بيزعق لي وبيعاتبني على اللي عملته في مراته. واخر النهار سمعت خبطة على الباب، وقمت من مكاني، وقفت وفتحت الباب ولقيت قدامي عاشور. شاور لي عاشور بايديه وهو بيقول بعصبية انت ندل كده ليه يا جدع انت؟ بصيت في الارض ما اتكلمتش، كنت خزيان ومكسوف، كنت عارف عاشور هيقول لي ايه. ولقيت عاشور بيشاور لي وبيقول ان ما كنتش اسأل عليك ما تسألش عليا يا صلاح، هي دي الصحوبية والأخوة برضه يا جدع. وشاور لي وكمل كلامه وقال يلا تعالى انا عازمك على سهرة حلوة، النهاردة عيد ميلاد نعيمة وعازمينك على جاتوه وحاجة ساقعة وحفلة بقى. وبرقت بعينيا، دق قلبي، اخدت نفسي بسرعة. معقول ده يحصل؟ معنى ان صلاح جاي وبيهزر معايا وبيطلب مني ان اروح احضر عيد ميلاد مراته؟ معنى كده ان نعيمة مراته ما قالتش العاشور على اللي حصل مني، ما قالتلوش على الندالة اللي عملتها معاها وعلى اني اتهجمت عليها واني طمعت فيها. اتنهدت وانا باخد نفسي وانا بقول اصيلة نعيمة، اصيلة بنت الناس. طول حفلة عيد الميلاد ما كنتش قادر ابص في عينين نعيمة الحلوة، كنت مكسوف من نفسي ومن اللي عملته وحزين. ازاي اعمل في نعيمة كده؟ نعيمة مرات صاحبي، لكن نعيمة بنت اصل صحيح وما قالتش العاشور وما رضيتش انها تفرق بيني وبينه. نعيمة كانت حلوة قوي في عيد الميلاد النهاردة، لابسة فستان ملون وخدودها موردة وحاطة روج احمر في شفايفها الحلوة، شفايفها المولعة اللي تتاكل اكل. نعيمة زي الفرسة المفرودة في الفستان اللي بيلمع اللي لابساه. لكن لا، بعد اللي حصل انا مش هبص لنعيمة تاني، مش هفكر فيها تاني، مش هطمع فيها تاني. عيب لما اخون اعز صحابي، عيب لما اخون الامانة اللي مأمنها لي صاحبي اللي واقف جنبي وبيأكلني وبيشربني من شقاه. مدلي عاشور طبق الجاتوه والحاجة الساقعة وهو بيقول لي ما تاكل يا صلاح، انت مستني عزومة مني ولا ايه؟ ده بيت اخوك يا جدع. اخدت منه الطبق، ضحركت عيني ناحية نعيمة اللي واقفة تتمايل بجسمها الفاير وقلت لها يعني مش بتعزمي عليا يا نعيمة زي كل يوم؟ هو في حاجة ولا ايه؟ انت زعلانة مني ولا حاجة؟ اتنهدت نعيمة، شوحت بعينيها بعيد عني، نفخت وهي بتقول كل يا اخويا بالهنا والشفا. حسيت بمرارة في قلبي
ليها حق نعيمة تزعل مني، معتبراني زي أخوها وأنا أطمع فيها. شاور عاشور على نعيمة وقال حاجة غريبة، صنف الحريم يحبوا ينكدوا على الواحد حتى في ليلة عيد ميلاده. وقام عاشور، قام واتحرك ناحية الحمام وقال بعد إذنك أخويا صلاح هدخل الحمام. ودخل عاشور الحمام، سابني لوحدي أنا ونعيمة. وعلى طول بعد ما دخل عاشور الحمام قمت من مكاني وأنا قلبي بيدق. قربت من نعيمة وهي واقفة بقوامها الفاير في الفستان اللي بيلمع، وقلت لها أنا محقوق ليك يا نعيمة، حقك عليا وجميلك على راسي. جميلك على راسي إنك ما قلتيش لعاشور على اللي حصل مني. هربت نعيمة بعينيها من عينيا وحاولت تبتسم بصعوبة وهي بتقول ولا يهمك يا سي صلاح، بس ما تكررهاش تاني. وهزت دماغي. وأول ما رجع عاشور قمت من مكاني وقلت لهم أسيبكم بقى تكملوا السهرة الحلوة دي مع بعض. شاور لي عاشور وقال ما تخليك يا جدع الليل لسه طويل. ضحكت وانا بقول لا يا عم عاشور، انا ما بحبش يا صاحبي ابقى عزول بين راجل ومراته. وضحكت نعيمة بصوت عالي وسبتهم ومشيت. كنت مبسوط قوي اني اتكلمت مع نعيمة واستسمحتها في اللي انا عملته فيها، وانها ضحكت لي في الاخر. صحيح قلبها صافي وما بتشيلش في قلبها. صفيت لي بعد ما صالحتها بكلمة واحدة. عهدت نفسي اني ما كررش اللي عملته تاني مع نعيمة. وبعد ما خرجت ونزلت على السلالم ومشيت في الطريق، وقفت في مكاني فجأة برقت بعينيا وانا بتحسس جيبي. ما لقيتش علبة السجاير بتاعتي، انا نسيتها فوق في بيت عاشور ونعيمة على الترابيزة الكبيرة. مشيت خطوتين ووقفت تاني وانا بفكر، وقلت لنفسي انا معيش فلوس اجيب سجاير، هعمل ايه يعني طول الليل؟ انا بحتاج سجاير، لازم ارجع واجيب علبة السجاير بتاعتي من عند عاشور. واخدت القرار اني ارجع، وفعلا رجعت تاني ومشيت ناحية بيت عاشور. طلعت السلالم وانا حاسس باحراج اني هرجع لهم تاني، ووقفت قدام باب الشقة. كنت بفكر اخبط ولا امشي واروح، وقبل ما اخبط على الباب اتجمدت. برقت بعينيا لما سمعت صوت عاشور بيزعق لنعيمة مراته وبيقول لها صحيح انك مرة خايبة، بقى حتة عيل كروديا زي صلاح ده مش عارفة توقعيه وتجيبيه تحت رجليكي. عيل خيخة زي ده ياخد منك الوقت ده كله من غير ما توقعيه وتغريه. وبرقت بعينيا، حسيت اني بحلم. انشق قلبي وانا سامع نعيمة بترد على عاشور وبتقول له وانا هعمل ايه يعني يا سي عاشور؟ ما انا لبست له ضيق وقلعت له هدومي في الحمام وشافني عريان وجاني لحد عندي وتهجم عليا. حسيت ان بتنفجر قنبلة في قلبي وانا سامع عاشور بيرد عليها بعصبية وبيقول لها يا فرحتي بيك، ليه بقى ما انتهزتيش الفرصة لما تهجم عليك وسيطرت عليه، وفي اللحظة المناسبة وهو نايم معاكي كنت تمضيه على عقد القهوة وتمضيه على التنازل. وردت نعيمة عليه، ردت عليه بطريقة أول مرة أسمع نعيمة بتتكلم بيها. كان صوتها متغير وطريقتها متغيرة في الكلام، وهي بتقوله يا راجل اصبر، أنا لو سلمت نفسي بدري كده من أول مرة هيحس إن الست سهلة ورخيصة، إنما لما أتقل عليه هخليه يتجنن وهيعمل المستحيل عشان يوصل لي وسلمه نفسي. وفي اللحظة المناسبة دي هيغيب عن وعيه وهيتجنن، وهخليه يمضي على عقد القهوة وهمضيه على التنازل وهناخد منه القهوة بكل سهولة. وكملت نعيمة كلامها وهي بتقول وبعدين انت خسران ايه يعني يا سي عاشور؟ ما تصبر شوية. ضحك عاشور، ضحك بعصبية وهو بيرد عليها وبيقول خسران ايه؟ انت مش شايفة انا خسران ايه؟ خسران الاكل والشرب والجاتو والحاجة الساقعة اللي بسلامته عمالي يطفح فيها في بيتنا ليل ونهار زي الحمار الجعان. ردت عليه نعيمة بعصبية وهي بتقول طيب وهو انت بتصرف عليه من جيبك؟ ما انت بتصرف عليه من ايراد قهوته اللي فضلت تسرق في ايرادها 2 سنين بحالهم لما فلسته وخليته على الحديدة والضرايب حجزت عليه. وحسيت باني دايخ،
حسيت بإن حد خبطني على دماغي بحجر تقيل. حسيت إن هقع من طولي. اتسندت بإيديا على جدار السلم وعلى الباب، وعاشور بيرد عليها وبيقول: يا بت فهمي، بعد ما يمضي على القهوة هناخدها منه وهنرميه رمية الكلاب، وهندفع مبلغ الضرايب، ونفتح القهوة من جديد أنا وإنتي، وأنا وإنتي هنتهنى ونعيش حياتنا ونقب على وش الدنيا يا بت. بس انت شد حيلك وتجدعني، اغريه ووقعيه. شد حيلك يا نعيمة. وضحكت نعيمة، ضحكت ضحكة عالية، ضحكة مصهللة، زلزلت كياني كله وهي بتقول: ما تقلقش، ما تقلقش عليا يا عاشور، صلاح ده واد تربش مش هياخد في ايدي غلوة. وبرقت بعينيا، حطيت ايدي على دماغي. قد ايه انا طلعت مغفل، قد ايه انا طلعت كروديا ومخدوع فيهم، وسبتهم يلعبوا بيا ويسرقوا ايراد القهوة ويقفلوا القهوة ويضحكوا عليا طول السنين اللي فاتت، ويضيعوا مني قهوة ابويا، وكمان يخططوا انهم يسرقوها مني ويمضوني على تنازل وياخدوها مني ويرموني رمية الكلاب. وما حسيتش بنفسي، حسيت اني وحش كاسر وغضب هادر جوايا. وبكل قوتي زقيت الباب، زقيت باب الشقة وفتحته. وفجأة اتفجع عاشور ونعيمة مراته، اتفجعوا لما لقوني بدخل عليهم وبفتح الباب بكل قوة. اتنفضوا في مكانهم من صوت الباب وهو بيترزع وانا بدخل وببص لهم هما الاتنين. ووقفت بترعش زي ما يكون عندي حمى وسطيهم هما الاتنين. ونقلت عيني ما بينهم وانا ببص لعينيهم هما الاتنين، وبقول وانا بتنفض: يا ولاد الأبلسة، يا ولاد الأبلسة. استنونا مع حكاية جديدة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس.